يا حكومة أنا اتسرقت دي 5 مرة. أنا شقتي الحرامي جالي 5 مرات، يوم 11 مارس و12 مارس و22 إبريل و23 إبريل والنهاردة 8 مايو الساعة 4 الفجر. واخد السكاكين المطبخ ودخل سرقني تاني وفتح باب الشقة وخرج. المباحث قالت لي اتصلي بيا هنجيلك ثانية لثانية هنكون عندك. أنا بتصل محدش بيرد عليا. اتصلت بنجدة أكتر من مرة، وآخر مرة ياخدوا مني البيانات بعد 10 مرات محاولة اتصال. يوم 11 مارس كانت الساعة 6:03 الصبح دخل علينا حرامي. كنت نايمة أنا وبناتي، شال القلب بتاع البوابة الحديد والقلب بتاع بوابة الخشب، ودخل علينا رش علينا مخدر وسرق الشقة وخرج. أنا اتسرقت يوم 11، عملت المحضر تاني يوم. رئيس المباحث قال لي تعالي بكرة اعملي المحضر. جم عملوا معاينة وشافوا الكاميرات بتاع الجيران. شافوا الكاميرات بتاع الجيران ومشيوا. قالوا لي بكره تعالي اعملي محضر. رحت تاني يوم 12 عملت محضر برقم 27/29 2023. بعد كده تاني يوم الحد اللي هو 12 اللي انا عملت فيه المحضر، دوبك جيت من القسم دخلت البيت، الحرامي جالي تاني. جه رن علينا الجرس. بنتي طلعت قالت مين؟ طلعنا ما لقيناش حد قدام البيت. لقيت جارتي بتنده عليا بتقول لي الحرامي كان لسه قدام بيتك دلوقتي. دخلت شفت الكاميرات عندها، لقيته هو نفس الحرامي بنفس اللبس بكل حاجه. اتصلت على رئيس المباحث قلت له الحرامي جالي لحد البيت. قال لا مش معقول، ده ممكن يكون حد بتاع دليفري جاي لك بالغلط او حاجه، مش ممكن حرامي يجي مرتين في مكان واحد. قلت له لا انا بقول لك هو الحرامي نفس اللبس بنفس كل حاجه، حتى طريقته وهو طالع على السلم الحرامي. وجه رن علينا الجرس وقعد يبص على الباب ويشوف. طبعا كنت غيرت الكوالين، فعمال يبص على الباب ان انا غيرت الكوالين وكده، وقعد يرن الجرس جامد جدا. صورت الفيديو من عند الكاميرات بتاع الجيران ورحت بعتها لرئيس المباحث على اساس ان هم يجوا يشوفوا فيه ايه. طبعا ما حصلش حاجه. يعني انا ام البنتين لطفلتين، هو سارق مني كل الفلوس اللي معايا، وسارق مني 3 خواتم ذهب. وانا يعني بحضر نفسي اصلا للسفر انا وبناتي بره، ومقعدهم ما بيروحوش مدارس هنا في مصر. يعني احنا قاعدين طول بقالهم 2 سنين قاعدين ما فيش مدارس اصلا، وكل ده انا عماله بوفر قرش على قرش عشان خاطر اروح اودي ولادي يتعلموا بره واخرج بيهم، يعني انجدهم من اللي انا فيه. يعني يمكن هم يعيشوا عيشه اكتر بكتير، احسن بكتير من اللي انا مريت بيها. انا اتاذيت جامد جدا في السرقه دي، ومستقبل بناتي ضاع. كان عندي مناسبه، ابن اختي كانت شبكه ابن اختي، رحت احضرها. كانت رابع يوم العيد اللي هو يوم الاثنين. انا سافرت انا واخويا يوم الاحد بالليل. جيت يوم الاثنين بالليل الساعه 12:30. جيت لقيت البوابه بتاعت الشقه بتاعتي مفتوحه. دخلت لقيت شنط السفر دي ودواليبي وكل حاجه مقابلاني في الطريق، كل حاجه مرميه على الارض من اول باب الشقه لحد جوه. كل حاجه واخد ومنقي بقى، يعني منقي الحاجات اللي هو عايز ياخدها من قلب الشنط. واخد هدومي كلها، يعني منقي انا هدومي بس، ما خدش هدوم حاجه من البنات. واخد الشنطه الزرقاء اللي باينه في الكاميرات اللي هو واخدها دي فيها جزم بالكراتين بتاعتها ما طلعتش اصلا. لما دخلت وشفت الدنيا ليلتي بقى ازاي اصلا القوالين عندي سليمه وما فيش اي حاجه، الباب مفتوح بمفتاحه. طب ازاي؟ لقيته فاتح البلكونه بتاعت الاوضه اللي ورا وداخل منها، خد اللي خده، وهو خد فلوس تاني وهو خارج. خد المفتاح الاستبن اللي انا سايباه، اللي هو انا واخده نسخه واحده وسايبه بقيه النسخ في البيت. اخد النسخه اللي في البيت فتح بيها وخرج والكاميرا جايباها عادي. انا بناتي مأذيين جدا. انا بناتي عندهم 11 سنه توأم، 11 سنه ونص. واحده منهم بقت عندها تبول لا ارادي بسبب الذعر اللي احنا عايشين فيه. تخيلوا طفله عندها 11 سنه ونص بقت في تبول لا ارادي من يوم 22 اللي انا اتسرقت فيه لحد النهارده. احنا وكل شويه بقى تقوم، يعني ان عينها غمضت اصلا، قاعده طول الليل مبرقه على السرير باصه في شاشه الكاميرات، وطول الليل بقى ماما في صوت في الدراب بيتفتح، ماما الحق البلكونه، ماما في حد فتح الباب، ماما. انا طول الليل كده فعليا. انا لا عارفه انزل من شقتي، ولا عارفه انزل من بيتي، ولا عارفه اروح شغل، ولا عارفه اعمل اي حاجه في حياتي. انا 24 ساعه متواجده في وسط بناتي، مش عارفه اتحرك، مش عارفه اخرج خالص. تعالي اسكني معايا اقعدي كام يوم. تسلمي لي بجد والله العظيم. تاني يوم بقى ده كل ده وحصل وانا قاعده في قلب بيتي. انا جيت الساعه 12:30 بالليل، اكتشفت ان شقتي اتسرقت. اتصلت بعلاء بيه الكشكي، قال لي قلت له انا اتسرقت تاني. قال لي اتفضلي تعالي القسم. رحت القسم ما لقيتش غير محمود بيه ابو العز
نقيب محمود بيه ابو العز قابلني وقلت له ان انا شقتي اتسرقت تاني وكده. قال لي تعالي بكره اعملي محضر. في امين شرطه قال لي طيب انا هاجي معاكي اشوف الدنيا فيها ايه. دخل صور البتاع بالموبايل بتاعه وروح تمام. ومشي. المهم جيت قعدت انا بقى في قلب الشقه من 12:30 دي لحد الصبح، انا وبناتي قاعدين على السرير عاملين كده، لان اولا مفاتيح شقتي معايا، مفيش نجار، احنا في عيد، في اجازه عيد، وانا الساعه 12:30 بالليل عبال ما رحت القسم وجيت كانت الساعه دخلت على 2، بقى انا الساعه 2 صباحا قاعده في قلب شقتي، ما معي مفتاح شقتي مع الحرامي. بيتي غير مؤمن بالمره، انا مش عارفه انام، يعني مش عارفه اجيب نجار حتى يغلق قوالين بيتي، فقاعده على السرير عامله كده وبص في الكاميرات. الساعه 9:02 لقيت الحرامي طالع على السلم تاني يوم. انا جالي يوم 22 عملت محضر تاني، جالي يوم 22 وجالي يوم 23 تاني. اتصلت على رئيس المباحث، كانوا مديني 6 ارقام كده عشان اتصل بيهم لو الحرامي جالي او حصل حاجه ينجدوني. اتصلت بالست ارقام، طبعا ما اعرفش، ما حدش رد عليا. رحت متصله على النجده ردت عليا قالت لي روحي القسم. طب معلش انا بتصل بالنجده ليه؟ انا بتصل بالنجده، انا واحده محبوسه جوه والحرامي على الباب. رحت القسم بعدها تاني وعملت حررت محضر تاني بالواقعه الجديده. وانا لحد دلوقتي انا لا الحرامي اتمسك وانا عايشه بقى دلوقتي، ما بتكلمش بقى في الحاجه اللي اتسرقت قد ما بتكلم في انا مش عارفه اعيش في انا وبناتي حتى ببيتي. انا قعدي في الشارع، نزولي في الشارع أأمن لي مليون مره من شقتي انا وبناتي. انا بناشد وزير الداخليه ينجدني، حسسني بامان في بيتي، اطلع انام في الشارع انا وبناتي ولا اعمل ايه؟ حد ينجدني، بناشد اي حد يساعدني، حد ينجدني، انا مش عارفه اعيش في بيتي، انا قاعده على السلم، مش عارفه اعيش في بيتي، حد ينجدني، حد ينجدني.